نشوف اللقطه نشوف اللقطه ونعم نشوف. تفضل هذه اللقطه. توجه لمن؟ الاعتذار لو كان الحدث مع احد لاعبي فريق الكونغو، لو كان الحدث مع احد مسؤولي فريق الكونغو، لو كان الحدث مع اي شخص فوق الميدان ممكن نقبل الاعتذار. هذا مع محب في المدارج، محب رمز في المدارج. انت يا عمورة ايش مهزك للمدارج لكي تستفز شخص رمز؟ هو شوف المشجع الاشهر ميشيل نكو موبدلينجا هو يعني بالاخير، لكن انت تشوف التصرف لا غير مقبول يعني انا استفزني. طيب لو كان يعرف، هو يقول لك انا ما اعرف وانا اقدم اعتذاري واسف. بقطع نظر يعرف ولا ما يعرفش، من لا يتوجه لاعب الى شخص في وسط جمهور فيه 40,000 ليستفزه مباشرة. وعندما استفزه كان ذلك الشخص اشهر محب في العالم، راهو رمز باتريس لومومبا، صح، وهو من عائلة باتريس لومومبا، وهو يتمرن 3-4 أيام في الأسبوع لكي يقوم بهذه الحركة. عملوا له استجوابات عديدة من أشهر، ويقال أنه تخطى 480 دقيقة وقوفا بالطبع في هذه النسخة. أنا لو جيت حتى لو جيت عمورة أو وفزت عليه نمشي ونحييه، مش نمشي ونستفزه، لانه لا يمكن استفزاز الجماهير. طيب بس وهذا ليس بالجمهور العادي. انت كميه معلومات تعرفها، يمكن عموره ما يعرف واعتذر وقال من لا يسهو يعني ويخطئ. يا ودي قلت له الاعتذار من شيء من الكبار، طيب، ولكن ما حصل والاعتذار نتاعو جاء الحقيقه بعد اجماع في العالم الكل على كونه ما قام به لا يقبل. لا نعرف بدر. المبدأ يقول على ان اي لاعب مدرب او اي فاعل على مستوى أرضية الملعب لابد أنه يحترم الجماهير حتى لو كانت استفزته. أوكي، هذا المبدأ الأول. المبدأ وأنا مع متسبي رئيس مع متسبي، شوف مع متسبي بيعمل الحركة معه. فالمبدأ الثاني أنك تتوجه إلى مشجع منتخبه خسر وطلع من البطولة، المفروض أنك تذهب ليه وتواسيه، او انك تهنئه على او ما تمشيلوش حتى بالكل. تمشي الجمهور. لما محمد امين عموره يقدم هذا الاعتذار دليل على انه عرف جسامة الخطأ الذي ارتكبه في حق هذا المشجع. لاننا لا نعتذر من شيء لا نقول اننا ما كناش نعرف الخلفية اوكي لا تعرفها، لكن المشجع يظل مشجعا، وهذا المشجع لم يسيء اليك ولا للمنتخب الجزائري، هو بيكرم واحد الشخصية أسطورية في تاريخ النضال الإفريقي من أجل التحرر، باتريس لومومبا، حتى أعلى شخصية في الكاف رحب فيه وقدم له التهنئة متسبي رئيس الاتحاد. يا شاري، هذه كأس إفريقيا للأمم، كأس العائلة الإفريقية، كأس الوحدة الإفريقية، كأس التماسك الإفريقي الذي نعبر فيه عن انتمائنا لهذه القارة. وبالتالي عندما يأتي أي واحد من مشجعين او لاعبين او فاعلين برساله يمكن يقدمها، لابد اننا نشكر على الرساله اللي قدمها. لا واكثر من هكا مشاري، الاتحاد الجزائري لكره القدم استدعي هذا المحب من عائله لومومبا وباش يكرموا في مقر اقامه الفريق الجزائري. معناها شوف، لانه تقديرا واحتراما لرمزية هذا الشخص، لأهمية هذا الشخص، راهو من أشهر المشجعين في العالم كل مقابلة يقف تبارك الله ما شاء الله. تحية ليه أيضا من الاستوديو، وحتى حسام قال يحب يحييه ويحب يوجه له رسالة شكر.